بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب. يلا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة بقى الأكلات المصرية الجميلة اللي مفيش اتنين يختلفوا عليها. دي معانا ده عزبان ايه يا جماعة؟ دي عزبان خروف. شوفوا بقى عزبان الخروف دي أنا هقلبها ازاي بقى، مش هتصدقوا. يا طولة بالك يا تيتا والله يا جماعة ما بقى في طولة بال، بس ده أكل بقى يعني. بصوا يا جماعة أنا جبت معلقة رفيعة، هي معلقة شاي بس رفيعة جدا وطويلة، معلقة طويلة. ورحت تانية، بص أنا عاملة إيه، سبت حتة عشان أمسكها، ورحت مدخلة بقى، هدخل العصبان ده كله في الإيد بتاعت المعلقة دي. بصوا يا جماعة، بس الحتة التانية بصوا صغيرة دي اوعوا تسيبوها، دي لو فلتت مش هت مش هتعرفي تقلبيه، لأن الحتة دي هي اللي انت هتشديها هيتقلب منها. فكده احنا ايه، عملنا حتة كبيرة نقطعها بقى ونزوف الحتة الباقية دي، ونروح بقى اللي جوه دي نروح شدينها. بصوا يا جماعة انا سبت بقى الحتة التانية دي بقى هنشدها. بصوا اهي شدينا اهي الحتة اللي كانت جوه. بصوا بقى بصي هتشدي تشدي تشدي بقى، هي بتتقلب لوحدها. بصوا بتيجي من بره من جوه لبره كده. نمسكها بقى ايه بالسكينة وتحكيها كده بالسكينة. بصوا يا جماعة اللي بيطلع منها ايه، لازم تتحكي، لازم عشان تتاكل بنفس وتبقى جميلة كده لازم تحكيها. بص بقى بتبقى زي الفتلة ازاي. يا خبر يا تيتا، هتحشي دي هتشوفوا دلوقتي هتتحشى ازاي بإذن الله ان شاء الله. تحكوها كده حكة كويسة، تطلعوا كل اللي فيها بالسكينة. بصوا يا جماعة، تصلوا وتسموا وتصلوا على الرسول كده الحاجة تطلع جميلة. وتروحي على الرخامة كده وتروحي حطها بالسكينة وتتنك تحكي فيها لحد ما تطلعي كل اللي فيها ده. بصوا بصوا بقى بتبقى رفيعة ازاي. بصوا بقى اللي انا ما نضفتهاش، بصوا مليانة ازاي. وبصوا دي زي الفتلة بس بيضتك منها بقت نضيفة، نطفت فبيضت. خليكم معايا بقى شوفوا المحشي دوت هنعمله ازاي، حاجة هتفتح النفس بصحيح. بص انا هعمل معاكم واحدة تانية برضو عشان ممكن تكونوا ما خدتوش بالكم. بص انا هسيب حتة وهاجي من بعدها بشوية كده اروح مدخلة المعلقة في العصبان. بصوا يا جماعة، بصوا ركزوا وخدوا بالكم انا عملتها ازاي. امسك بقى الحتة اللي تحت دي عشان ما تفلتش مني، واملى المعلقة على قد ما تاخد يعني واقطعي. بصوا انا كده مليتها على المعلقه على قد ما خدت وهقطع. بصي بقى دخلتها هي كلها جوه، بشد الحته اللي ايه اللي جوه اهي. بصوا يا جماعه تشديها وتروحي بصي تشدي بقى من جوه لبره. بصي بقى الحته اللي هي اللي بقى بصوا اهي اتقلبت والله يا جماعه بكل سهوله. كل يعني لو دخلتي المطبخ وانت حابه الحاجه اللي انت هتعمليها هتطلع من ايدك حاجه في منتهى الجمال ان شاء الله. كده برضو ايه احكها، والباقي كله هعمله كده. الباقي كله انا هعمله كده، بس الفيديو ده طويل جدا، ده انا قصيت منه حاجات كتير. اكمن الفيديو طويل جدا، ده كان ساعة يا جماعة، ساعة. كده انا نضفته ونضفت العصبان بتاع اعزكم الله. كنت جايبه العصبان التانية يعني، دي كانت عصبان خروف عندي وكنت جايبه عصبان جاموسي. دي نضفتها طبعا زي ما شفتوا، دي قلبتها، قلبت التانية برضو كده، بس التانية بقى بقلبها بايدي كده على طول بتتقلب عشان بتبقى واسعة. انما دي اللي قلبتها على المعلقة. والتانية قلبتها برضو بتاعت الجاموسي دي قلبتها وغسلتها. بصوا مش قادرة اقول لكم بقى على الغسيل، بعد ما غسلتهم بالملح والدقيق وكله، عصرت عليهم الليمون ده كله. وتحطي برضو عليهم ايه، تسمي وتصلي كده على الرسول. وتروحي ايه، انا معايا كيس ملح بفتحه، وتروحي حاطه بقى منه ملح، يعني مش قادره اقول لك على قد ما تقدري حطي عشان الملح بيبقى خشن، وانتي بتدعكي لو في حاجه تاني بتنزل. والتنك بقى تدعكي. بصي الليمون قد ايه، ريحته كده كانت ليمون، وانا بعمله كانت ريحته طالعه عليا وانا بحشيه. ريحته كده ليمون، كانت ريحه خطيره، كانت ريحه جميله جدا وانا بحشيه يا جماعه. والله انا غسلته غسله محترمه جدا. ده خد مني وقت كتير، خد مني وقت جامد قوي.
انا الحته طبعا اللي انا قلبته وغسلته فيها دي، انا الجاموسي خد مني وقت كبير جدا. فالجاموسي انا بقلبه بايدي كده، انما ما بقلبوش على حاجه كده، انما الضيق التاني اللي انا بقلبه كده على المعلقه، يعني حاجه رفيعه كده وتقلبي عليها. انا طبعا غسلته بقى كتير بالملح، ورحت شاطفاه طبعا من الليمون اللي انا قطعته ده كله، وحطيت له ميه تاني نضيفه بقى، وبرده ايه عصرت عليه الليمونتين دول. ده ميه غير اللي انا غسلتها، وغير اللي انا غسلت كذا مره. وهنا حطيت برده حبه خل، اقول لك ما تحطيش خل، لا حطي خل. وحطيت ورق لوري، وحطيت ملح، واسيبه بقى كده شويه، هو طبيعي كده بقى زي الفل. غسلته بالملح وغسلته بالليمون والجنزبيل، وغسلته غسله محترمه يعني. كده بقى ايه هنسيبه، وهنشوف هنعمل ايه تاني عبال ايه ما نسيبه في المحلول ده شويه. كده بقى ايه انا هشطفه، نشطفه بقى من المحلول ده شطفه كويسه برضو. بصوا يا جماعه الليمون والله لو قلت لكم كانت ريحته طالعه جميله جدا ما هتصدقوني. بصوا بقى، بصوا التاني بقى. انا عشان ما عملتوش قدامكم فبعمله، بصوا بقلبه ازاي اهي، وتروحي مسيبه الحنفيه على الحته اللي انت قلبتيها بايدك كده. هو اصلي بيبقى واسع يعني، الحته اللي انا قلبتها بايدي دي رحت فاتحه الحنفيه، وبقيت ماسكه التانيه واروح ايه حطاها كده من جوه، الميه كانت بتجريها. بصوا ده انا كنت غسلاه بقى، انا كنت قلباه وغسلاه، بس انا بوريكم يعني انا بقلبه ازاي. كنت قلباه وحكاه زي التاني كده. بصوا انا قلبت منه حته، امسك بقى الحته التانيه. بصوا انا قلبت منه حته، واروح ماسكه الحته التانيه دي وفاتحه الحنفيه، تقل الميه بيجريها. بصوا اخر حته في ايدي هسيبها، بصوا هتجري اهي. اظن انا كده الحته اللي انا مسحتها وريتها لكم اهي، بس يعني وريتها لكم قوام على طول. هنا بقى انا غسلته ونضفته وشطفته وخليته زي الفل. انا كنت عندي كنت عامله الطماطم صلصه في التلاجة. غسلت الرز وحطيت عليه الطماطم، وتسمي وتصلي كده على الرسول. انا طبعا بقى انا كنت قايله لكم انا شاطره وشطوره. انا كنت قايله لكم ان انا لما لقيت الخضره غليت، هي كانت الحزمه بجنيه، كانوا الخمسه ب5 جنيه، انما لما لقيتها بقى قالت الحزمتين ب5 والتلاته ب5، رحت جايبه بقى حبه كتار كده غسلتهم، وفرشت نص ملايه كده على الرخامه ونشفت، وخرطتها وشلتها في التلاجة. صدقوني دلوقتي بحشي منها، هو لسه فاضل عندي كمان حبه كمان. هنا بقى انا حطيتها، بصوا خضرة ازاي، ما تسيبيهاش اما تفك، وحطيها كده وهي طلعيها على طول من الكيس حطيها. ودوت طبعا الفلفل ده الاخضر دوت كان بارد، اما الاحمر سبايسي، الاحمر حامي. وحطينا معلقة توم، ويلا بقى على البابريكا بقى، دي معلقة بابريكا. سمي وتصلي على الرسول كده وتقول اللهم زيد وبارك. وتروحي حاطه ايه تاني يا تيتا، وتروحي حاطه معلقه، دي يا جماعه بهارات مشكله كل البهارات يعني. عارفه لو حطيتي دي بس وحطيتي الملح كده كفايه قوي، انما دي بهارات مشكله بتخلي المحشي جميل. وحطيت كزبره، وحطيت كمون، ونحط برضو تاني ايه حبة كمون صغيرين كده عشان بيخلي المحشي حلو. علمكم انا بجيب الكمون بنقيه واقلبه كده تقلبتين على البوتاجاز واطحنه عندي، بتبقى ريحته خطيرة، بتبقى ريحته خطيرة بجد. وهنا نحط كده معلقة فلفل كده. احنا حطينا كل البهارات بمعلقة التوم بقى، الا معلقة التوم دي. وتسمي وتصلي كده وتروحي ايه تقلبي كل بقى ده، تقلبيه على بعضه بقى، والريحة اللي طالعة عليكي جميلة دي. وحطي كمان يا تيتا حبة زيت كده يلمعوا وش الرز. اقفلي الازازة حلو بقى واركنيها يا تيتا، وقلبي بقى يا تيتا يا حلوة انتي. قلبته يا جماعة، وجبت بقى ايه المحقن ده، احنا بنقول عليه ايه، بنقول عليه قمع. احنا بقى بنقول قمع، انما احنا هنا اسكندرانية هما بيقولوا قمع، انما عندنا بقى في مصر يقولوا يقولوا القمع، انما هنا في اسكندرية يقولوا المحقن. انا من مصر على فكرة، بس انا هنا بقى بقالي 40 سنة قاعدة هنا، فخلاص بقى. كده بقى انا حطيت حتة كده لبستها للمحقن للقمع. وجبت بقى ايه حاجة يعني، جبت برضو حاجة صغيرة، وعمالة بقى ايه انزل بيها
الحاجة ديت كبيرة ما بتنزلش مني، رحت جايبة عصاية ششتاووك ورحت قطعاها كده اتنين، هي دي اللي رفيعة عندي بقى، انا لقيت دي هي اللي هتعمل لي انجاز بقى، عصاية الشتاووك دي. بصوا يا جماعة انا دخلت منه حتة ازاي، والحتة مسكتها بايدي عشان لما اضيف الرز ما تنزلش كده، انا حاكمة الحتة بايدي ماسكاها في القمع، ومعمالة بقى بعصاية الششتاووك انزل. بصوا يا جماعة عملت حتة قد ايه، بصوا، بصي تشوفي الفتلة، بصي الفتلة اللي كنت تقولي مش هتتحشي، بصي قد ايه، بصي قد ايه الحته الفتله اللي كنت يعني لو شفتيها هتقولي دي هتحشيها ازاي يا تيتا، يا طولة بالك يا تيتا، وتيتا والله ما فيها طولة بال خالص. بصوا بقى شديته، بصوا انا بشده من القمع، لازم تلبسي له حته وتمسكيها كده. يلا بقى ايه، نقطعه صوابع صوابع كده، والرز الزياده ننزله. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ألف هنا يا رب على اللي هياكلوه. برضو إيه، دي برضو أنزل الرز زيادة، مين يصدق إن ده عصبان خروف، تصدقوا وتصدقوا إن أنا قلبته، مش ممكن. اللي تحت ده بقى الجاموسي، أنا حشيته طبعا، الوقت كان كبير جدا أصلي، اللي تحت ده كان جاموسي حشيته، واللي فوق ده اللي هو بتاع الخروف. كده بقى أنا حطيت الحلة، والحلة غليت، تسمي وتصلي كده على الرسول وتقول اللهم مزيد وبارك مرة تالتة، وتسمي كده. بصوا يا جماعة، بصي اهو ده اللي انت شايفاه ده بتاع الخروف، مش هتصدقي. كده ايه احنا حطيناه، وتحطي بقى ايه ورق لوري. الشوربه دي انا بشربها، تقولوا يا عماع انا بشرب الشوربه دي، انا حطيت ورق لوري وحبهان وحبه بهارات مشكله برضو وحبه ملح، ودوق الشوربه دي بقى تقولي ولا شوربه اللحمه. ليه؟ انتوا شايفينه مغسول ازاي، وشايفيني بقى طبعا انا حاطه له بهارات ورق لوري وحاجات وحبهان، فالشوربه بتاعته بتبقى خطيره. بصوا يا جماعه الجمال، بصي اوزي كده وجميل وصغير وجميل ازاي، حتى الجاموسي برضو صغير. بصوا يا جماعة هو كده ايه استوى، انا بطلع فيه كده هو استوى كده ايه، انا حطيت الزيت في الطاسة وبنحمره. يلا يا تيتا حمريه تحميرة حلوة كده يا تيتا، ويلا بقى ايه نقول صحة والف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحة والف هنا عليه. ايه رأيكم في الجمال ده؟ اظن الجمال عدى الكلام بكتير قوي. صحة وألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحة وألف هنا عليه، والسلام عليكم، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، أشوفكم في فيديو جديد جميل إن شاء الله. الله على الجمال، الله على الجمال، ألف هنا يا جماعة، ألف هنا.